ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده معادنا مع حلقه جديده من مسابقه دكتور محمد طنطاوي، وهكلمكم بقى عن الكوليسترول، عشان احنا اول ما بنشوف الكوليسترول عالي كده في التحاليل قلبنا بقى بيتشحتف وكده، وبنبقى متضايقين وعندنا الحق الكوليسترول عندي عالي. ولما بنشوف اي حاجه كده منتج عليه مكتوب خالي من الكوليسترول بيبقى ضميرنا مرتاح. اصلا هو ايه الكوليسترول ده؟ لازم تعرفوا ان الكوليسترول دي ماده دهنيه طبيعيه عندي بيكونها الكبد، بتفرز عندي طبيعي جدا، موجوده عندي في الجسم، لان هو ليه فوائد كتيره. ايه ليه فوائد؟ الكوليسترول ليه فوائد كتيره جدا في جسمي. بس لازم نعرف ان احنا عندنا نوعين كبار كده، اسمين كبار للكوليسترول. في حاجه اسمها HDL و LDL، ما علينا. في حاجه عندنا اسمها الكوليسترول الطيب والكوليسترول الشرير. الكوليسترول الطيب ده اللي هو ال HDL، اللي هو يبدا ب H فور هاي ده انا عايزاه هاي، عايزاه كتير، عايزاه الليفل بتاعه عالي. وال LDL اللي هو الكوليسترول الشرير ال فور لو، واللو ده انا عايزاه فيري لو، عايزاه تحت خالص. طيب احنا ايه اللي بيزود ال HDL؟ تخيلوا اللي بيزود ال HDL ان انت تاكل كويس، وان انت تتحرك من مكانك، ان انت تظبط اللايف ستايل بتاعك وتنقي اكلك وتختار اكلك، وان انت تتحرك شويه من مكانك. وهكلمكم على الموضوع ده بالتفصيل. بس يعني ما عندكيش دواء يزود لك اللي يزود لنا الاتش دي ال، نو. نظبط بس اكل وشرب وحركه، حلو جدا. طب والال دي ال بقى ايه اللي بيزوده؟ بلاوي السودا بقى. اولا ال دي ال دوت اللي هو الكوليسترول الشرير، هو ده اللي مرتبط بقى بالجلطات والسبحات الصدريه وتصلب الشرايين. فاحنا بنبقى بقدر الامكان بنبقى عايزينه قليل. ودكاتره البطن والقلب بيبقى عندهم كده ايه، ليفلز معينه كده، يقول لك مريض فلان عايزين ال دي ال بتاعه كذا، المريض هكذا، بيبقى عندهم شويه قياسات بيبقوا عايزين المريض يبقى تحت هذا الليفل. طيب ايه بقى اللي بيزوده؟ اول حاجه كل الزيوت الزباله اللي احنا بناخدها بره البيت، الزيوت بقى المتحوله والمهدرجه والدهون المشبعه بكميات كبيره، كل ما هو مقلي ومحمر ومشمر بره البيت، كل الاشطوطه والقطقوطه والحاجات اللي احنا، كل الحلويات، كل ما هو محفوظ، كل ما هو معمول بره البيت، بكل يعني الحاجات الفرايد، كل تشوفوا كل القرف اللي موجود بره ده عباره عن زيوت متحوله اللي هي بنسميها الترانس فات. دي من اول الاسباب اللي تزود عندنا الكوليسترول الشرير. تاني سبب ان احنا على قد ما بنزود من الزيوت الغير صحيه، بنقلل جدا 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 من الزيوت الصحيه، لان عندنا كونسبت ان الزيت الصحي هو زيت غالي. يعني انا مثلا لما اقول لحد حط معلقه زيت زيتون على الفول، ده انت عارفه ازازه زيت الزيتون بكام؟ طب ما انت بتروح تجيب جرده للزيت قد كده برضو بقى بالشيء الفلاني. هو انا محتاجه ايه؟ انا عايزه معلقه زيت زيتون على طبق الفول، على طبق السلطه، نعمل بيه بيض. فانا لما بقلل من الزيوت الصحيه دي جسمي برضو بيعاني. لما اقول لحد مثلا هات مكسرات مثلا زي عين الجمل وخد نصين في اليوم، يقول لك لا ده المكسرات غاليه يا دكتوره، انت مش عايشه معانا. مش عايشه معاكم ايه يا جماعه؟ ما احنا بنجيب اصلا برطمان، نقعد نلف على برطمان فيتامينات قد كده للعيال، ونلف اليوم على الدكاتره عشان صحتهم تعبانه. الواد بينزل ياخد 20 و25 جنيه عشان ينزل يجيب شيبسي وبيبسي ولما قلنا مقاطعه الناس كلها كانت عماله تصوصو على بديل للبيبسيات والشيبسيات. يا جماعه احنا يعني الناس كلها كانت مشكلتها في المقاطعه انها عايزه بدايل الحاجات دي، ويجي يقول لك على عين ده انا لو خدت نصين عين جمل بس في اليوم ربع كيلو ده هيكفيني شهر، ما يجيش قد ثمن ربع يعني علبه فيتامينات من اللي احنا بنجيبها ونديها للولاد. فزي ما انا عايزه اقلل الزيوت الغير صحيه، انا عايزه ازود من الزيوت الصحيه. ثالث حاجه بتزود برضو ال LDL او الكوليسترول الشرير، ان احنا ما بناخدش الياف، ما بناخدش خضار كفايه، فاكهه كفايه، بقوليات، لان الالياف فيها دور كبير جدا في انها تظبط الكوليسترول في الدم. رابع وخامس وسادس حاجه بقى حدث ولا حرج بقى، عندنا ايه؟ عندنا اول حاجه ان احنا ما بنتحركش، الانتخه، التدخين، السمنه، طبعا عندنا سبب جيني، الاسترس بقى والقلق والتوتر اللي احنا عايشين فيه، كل دوت يزود لنا ويساعد ان الكوليسترول الشرير دوت ان هو يزيد. يبقى انا عايزه ايه؟ يبقى انا عايزه اشتغل يا جماعه مينلي على اللايف ستايل بتاعي، على ان في المراحل الاولانيه لزياده الكوليسترول على فكره بيبقى في معظم الاوقات بيبقى علاجك بس انك تغير اللايف ستايل بتاعك، يعني انك تشتغل على الاكل بتاعك، ان انت تاكل على قد ما تقدر صحي، وان انت تبتدي تتحرك. وما بيدخلش العلاج الدوائي الا في مراحل معينه. وعلى فكره برضو انك تاخد العلاج الدوائي اللي هو مش احسن حاجه، يعني ما تفرحش قوي ان انت بقى بتاخد دواء يقلل الكوليسترول فتلخبط براحتك، لا، لازم برضو تلتزم باللايف ستايل بتاعك.
ولازم نظرتنا للاكل يا جماعه تختلف ما بين اكل بحبه واكل مش بحبه لاكل بيفيدني واكل بيأذيني. يعني انا لازم نظرتي للاكل هي اللي تختلف، لازم اعرف هو يا جماعه الاكل ده هيفيدني ولا لا، كويس ليه ولا هيأذيني بقى. ونبتدي ندخل بقى في قصه بعد كده تصلب شرايين وذبحات، ونلف بعد كده على الدكاتره عشان بس اثرنا في صحتنا واحنا صغيرين شويه. دلوقتي بقى نيجي بقى مع ميعاد ايه السؤال بقى بتاع الحلقه. قولوا لي على سببين من الاسباب الكتيره جدا اللي انا قلتها اللي ممكن عندي تزود الكوليسترول الشرير. انا قلت اسباب كتيره، انا عايزه بس سببين من الاسباب اللي ممكن تزود الكوليسترول الشرير. يلا اشوفكم على خير، باي باي.